كم مرة حليت سؤال وكنت واثق إن إجابتك صح وفجأة تلاقيها غلط، ترجع تحله تاني وبرضه يطلعوا غلط؟ الموضوع مش إنك مش فاهم، الحقيقة إن في أسئلة معينة معمولة مخصوص عشان توجه الطلاب، والسؤال ده واحد منهم. في نقطة صغيرة جدا لو عدت عليك من غير ما تاخد بالك منها الحل كله هيبقى غلط مهما كانت خطواتك صح. عشان كلنا متعودين نجري على الحل من غير ما نقف نفهم السؤال كويس. في الفيديو ده مش هحل السؤال وخلاص، أنا هفهمك ليه بنغلط فيه وإزاي تحله بالطريقة الصح، بحيث لو جه في الامتحان بأي شكل تعرف تحله وانت مطمن. كمل معايا للآخر عشان النقطة الأخيرة هي اللي فعلا بتفرق بين الإجابة الصح والإجابة الغلط. أول حاجة لازم نفهمها، أغلب الطلاب بيغلطوا في السؤال ده مش علشان صعب، لكن علشان في نقطة صغيرة جدا موجودة جوا السؤال. النقطة دي شكلها بسيط، بس لو عدت عليك من غير ما تاخد بالك منها كل خطواتك هتطلع غلط. خلينا نوضح الخطأ. أكتر غلط بيتعمل هنا إننا بنحل من غير ما نفهم المطلوب كويس، أو بنسيب معلومة مهمة في السؤال، وده اللي بيخلي الحل كله يضيع. الحل الصح، اقرأ السؤال كويس قبل أي حاجة وركز على كل كلمة وحدد المطلوب. اسأل نفسك أنا مطلوب مني أوجد ولا أحسب ولا أختار؟ افتكر السؤال ده في أنهي درس، لما تعرف نوع الدرس هتعرف الخطوات الصح اللي تطبقها. طبق الخطوات بهدوء واحدة واحدة من غير استعجال. لو لقيت حاجة مش واضحة ارجع للسؤال تاني قبل ما تحله. راجع الحل بسرعة، اتأكد ان كل خطوة ماشية مع المطلوب، خصوصا النقطة الصغيرة اللي بيغلط فيها الكل. لو مشيت بالطريقة دي خطوة خطوة هتحل السؤال صح مهما كان شكله، وكمان هتفهم طريقة تفكير السؤال وتقدر تحل أي سؤال شبهه. كده السؤال بقى سهل، مش علشان حفظنا الحل لكن علشان فهمنا فكرته. لو شفته تاني في الامتحان هتحل بكل ثقة. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد.